دكتور خالد، ليه تقنية ال FUE أفضل تقنية مع معظم المرضى؟ هي مش قصة أفضل ولا أحسن، هو بيفرق طبعا من بيشنت لبيشنت، من كلاينت لكلاينت. كل حد بيكون ليه تقنية بتناسب البوزيشن بتاعه. أنا للأمانة أكتر الشغل اللي بشتغله هو بتقنية ال FUE، ببعد عن تقنية ال DHI وبسبب أسباب هي بتكون بالنسبة لي تقنية ال FUE أحسن منها. الفرق بين تقنية ال FUE وتقنية ال DHI هو فرق وحيد بس، انه بيفرق انه مش هنستخدم في تقنية الدي اتش اي قلم السفير. للأمانة انا جدا بحترم قلم السفير في زراعة الشعر، لانه هو بيسمح لي ان ازرع كثافة عالية عكس تقنية الدي اتش اي. دي اتش اي محتاجين انه احنا بعد ما نطلع الجرافت من عند البيشنت لازم نفصل الجرافت عن بعضها. ممكن في جرافت يبقى فيها شعرتين، ممكن في جرافت يبقى فيها 3 شعرات، ممكن في جرافت يوصل فيها انه يبقى فيها 4 شعرات. تقنية الدي اتش اي بتمنعني انه احط في الدي اتش اي انه البصيله تبقى جرافتين او البصيله يبقى فيها شعرتين، فلازم اضطر اني افصل الجرافت عن بعضها واسيب كل شعرايه لوحدها تبقى سنجل هير، وبعدها نحطها في تقنيه الدي اتش اي ونزرعها. مشكله الدي اتش اي انه بعد ما الشعر يطلع ب6 شهور بيبان انه عساكر واقفه، بتحسوهم انه هو عسكري واقف كل شعرايه لوحدها. بينما تقنيه الاف يو اي ما بنفصلش الجرافت، بنسيبهم بحيث انه الجرافت طلع شعرتين و3 و4 ويبقى الشكل يبقى ألطف ومتشعب، فهنا بتبان الناتشورال هير. فأنا دايما بفضل تقنية الاف يو اي عن تقنية الدي اتش اي.